عناوين أماكن تطعيمات الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات. أعرف التفاصيل. مع تحذير شديد في العالم بأجمعه من قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومع تسجيل عدد من الحالات أكبر من الأيام السابقة في بعض دول أوروبا ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على سبيل المثال، نجد أن هذه النصائح كثيرة للمواطنين المصريين بالحصول على هذا مصل الإنفلونزا الموسمية. كل هذه النصائح التي تدعو للحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية بسبب قدوم الشتاء وتوقعات بأن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ستضرب العالم بأجمعه، وستكون أشد فتكا من الموجة الأولى، وهي ما تشاهده حاليا في بعض دول العالم من ارتفاع في حالات كورونا حاليا. وأيضا في السياق ذاته، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين نصح المصريين في أكثر من حديث وتصريح له بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي لحماية نفسك من الإصابة بالإنفلونزا، حيث أن هناك تقارير طبية تقول بأن من يصيب بالإنفلونزا وكورونا المستجد في نفس التوقيت فإن فرص النجاة في الحياة تكون صعبة جدا. لذلك أيضا وجب التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، ليكفي التعامل أيضا مع فيروس كورونا المستجد فقط في حالة الإصابة به. الشركة القابضة للنصل واللقاح قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مراكز التطعيمات الرئيسية بالعجوزة، وكما أيضا تم توفير النصل في جميع مراكز التطعيمات منذ 18 من سبتمبر الماضي، وهو متاح الآن في العناوين التي نرصدها إليكم في الصورة التالية لمن يريد الحصول عليه. وفي نهاية هذا الخبر نود أن ندعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لكي يصل إليكم كل ما هو جديد. طبتم وطابت أوقاتكم، ونلقاكم دائما في أفضل صحة وحال إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونترككم أمامكم الصورة لمن يريد معرفة مكان الكشف ورقم الهاتف وأيضا والعنوان ومواعيد العمل أمامكم موضحة في الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.